هلا وبنات، شلون كان نسوي أطيب دولمة العراقية؟ دولمة حامضة لاجعة مالحة تخبل. أول بداية حفرت الخضروات، الشجر والطماطة وفلفل، نظفتهن حفرتهن. أخلي اللحم أنزل عليه طماطة وهاي البطن مال الشجر وكرفس. هذا كشمش هسه الثمن مغسول وأضيفه فوقه. بهارات الدولمة وملح وملح الليمون. أضيف دبس الرمان. أضيف خاشوقتين معجون. جبت الجدر وخليت بيه قطع من الشحم بدال الزيت، وخليت بيه العضود مال الثلج. أصفط أول طبقة أسوي البصل. هنا إذا تريدونها صغيرة هي تسووها نصين البصلاية ولفوها تصير صغيرة مرتبة هيك بهذا الشكل. هسه هذا الشجر والطماطة خليهن، بعدين أبدأ ألف الثلج. إذا تريدون الثلج يصير صغار وكأنه جقاير مرتب حلو هيك يتقطعون الثلجة من النص، تسوونها الوحدة 4 5 تصير. هسه هاي الشرجة أسويها نصين هيك بهاي الطريقة تلف تصير مرتبة وحلوة. كلش كم يوم نسوون دولمة، احنا من عشاق الدولمة، كل أسبوع نسويها. إذا تريدونها كبيرة هيك تخلون الورقة كاملة مال الثلج وتلفونها تصير كبيرة، وإذا صغار لا هيك تقطعونها تقطع هيك تصير كأنها جقاير مرتبة وحلوة إذا مقطعة. أصفط به هيك يظل أسوي لون ينترس الجدر تسوي طبقات. الصراحة كملت خليهن على الطباخ وأغلفهن بهذا الورق مال الثلج تصير مرتبة وتستوي أفضل هيجي. خليت بس عليهن كوبين ماي هسه استوت وصارت تخبل. أول بداية النار عالية بعدين نصيتها. علينا وعليكم بألف عافية.